بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي بيكسب الإسماعيلي في مباراة سهلة سهلة سهلة، ما فيهاش أي صعوبة، ما فيهاش أي أنياب، ما فيهاش أي مقاومة بصراحة. يعني بمجرد ما الحكم صفر هوب، ضغط، انفراد، الحكم حسب ضربة جزاء، دخل مروان عطية حطها، سهلت الأمور في أول المباراة. بعد كده الملعب، على فكرة الملعب وحش جدا جدا جدا، وشكل البرك فيه والمية فيه والطينة اللي فيه ده مأثرة كتير قوي. اعتقد ان هي لو الملعب النهارده كويس كنا شفنا اداء احسن من كده وارقى من كده واعلى من كده، ولكن ارضيه الملعب كانت سيئه جدا. فيمكن حتى في الباصات، في كتير من الباصات بتبقى غلط ومش مظبوطه بسبب ارضيه الملعب. ولكن المباراه اتسهلت في اول المباراه بضربه الجزاء اللي جابها مروان عطيه. النادي الاهلي مستحوذ طول ال 45 دقيقه الاولانيه، المفروض كان يعني يبقى في شراسه اكتر من كده. يعني الشراسه المفروض كانت تبقى اكتر من كده على المرمى، لان الاسماعيلي ملوش انياب، بيغير مدير فني، وده كان مفروض من اول الموسم ان الكابتن عماد سليمان هو اللي يمسك بعد رحيل الكابتن ايهاب جلال الله يرحمه. فكان مفروض على طول، لان انتوا اديتوا الواحد الخبره عنده، ده راجل كان تاني يعني شغال، انما الكابتن عماد مدير فني من زمان ومدير فني محترم. اعتقد ان هو لو ماسك من الاول ما كناش هنشوف الشكل اللي احنا شفناه، لان ده اول مباراه ليه برضه، وما عندوش لعيبه، وعنده لعيبه حتى اللي هي اللعيبه الهداف بتاعهم خالد النبريسي، ما اعرفش اذا كان موقوف ولا مصاب، الله اعلم يعني. ولكن يعني كل العذر للنادي الاسماعيلي، لان لا في صفقات وفي وقف قيد، ما فيش لعيبه جت من اول الموسم ولا حتى في يناير. فالله يكون في عون جماهير الاسماعيلي يعني. ولكن النادي الاهلي هنا في وقفه، يعني انت فرقه، مع كل الاحترام طبعا والتقدير للنادي الاسماعيلي، بس فرقه النهارده مهلهله يعني. تغيير مدير فني، في لعيبه صغيره، في لعيبه مش على المستوى بتاع فانيله نادي الاسماعيلي، ولكن دول اللي موجودين، والكابتن عماد له العذر. انت بقى فين كنادي اهلي بعد ما جبت الجون؟ لو ضغطت شويه هتجيب الثاني وهتجيب الثالث وهتجيب الرابع. انت النادي الاهلي انت ما عندكش اي مشكله، سواء في اللعيبه اللي نزلت، اللي هو انت عملت مثلا روتيشن النهارده قبل ماتش الزمالك ماشي، بس مفروض يعني حتى الدوافع تبقى اكتر للناس اللي هي ما بتلعبش، زي احمد رضا النهارده اللي احنا بنشوفه لاول مره، ومش وحش يعني. انا شايف ان هو مش وحش، لو خد ده هيبقى فيه خطوره على لعيبه نص الملعب، على لعيبه نص الملعب، بس ياخد. فهل ان الماتشات اللي جايه دي هياخد ولا مش هياخد؟ الله اعلم. ده بقى اللي يجاوب على السؤال ده كولر. هو حاجه مبشره. دي حاجه. تاني حاجه الساعي، المفروض ماتش زي ده اديله ويلعب، ده فرقته القديمه وهو عارف اللعيبه وكان بيتمرن معاهم. فانت المفروض يعني في مباراه زي دي، زي ما اديت احمد نبيل كوكا الموهبه، واديت احمد رضا، كنت لازم تدي الساعي، واديت محمد عبد الله ادي الساعي برضه. قعد يا عم حسين الشحات الشوط الاولاني، اللي هو اصلا الشوط الاولاني كان وحش جدا، برغم ان هو عامل الثرو باص بتاع ضربه الجزاء، برغم ان هو ضيع ضربه جزاء تانية اتحسبت برضو. هنا في يعني مش عايزين نتكلم كتير، بس بيخبط رجله التانية وبيضحك على الناس وبياخد ضربه جزاء. فحسين الشحات ضيعها. طب الله، طب واحنا هنجيب الاجوان بتوعنا من ضربات جزاء؟ طب ما انا لازم اروح ولازم اهدف، ولازم في عندي جراديشار وعندي حسين الشحات وعندي امام عاشور وعندي الناس دي. لو ضغطت شويه كانت النتيجه الشوط الاولاني 3-4 مستريح. المهم يعني خلص الشوط الاولاني 1-0. في بدايه الشوط الثاني امام عاشور بيجيب الجون الثاني. بعد كده بيبدا بقى المباراه بتفتح قوي، لعيبه الاسماعيلي بدات تفوق من الدقيقه حاجه و70، ان يمسكوا كرة ويروحوا، راحوا ضيعوا واحده جت في العارضه اللي هي بتاعت اللعيب اللي نزل ده، كان لسه نازل يعني، لو جابها كان دخل التاريخ بالنسبه لجماهير الاسماعيليه. خلي بالك ان اللعيب ده برضو في ماتش من الماتشات كسبهم، كان لسه نازل وجاب جون، كان جون المكسب، بس مش فاكر كان ماتش ايه. المهم يعني فبعد كده جه الجون الثالث، حسين الشحات من كوره محمد عبد الله بيعملها لامام عاشور، بيحطها لحسين الشحات، حسين بيستعمل عقله فيها،
ويجيب الجون الثالث، وبعد كده الجون الرابع في الاخر احمد رضا بيجيبه. يعني بيقول ان انا اهو يعني اديني، عشان ان انا ان شاء الله الفتره اللي جايه طالما عندي الحته بتاعت التهديف دي لازم تديله بقى يا عم كولر ان شاء الله، عشان ايه؟ نشوف لعيب انت جايبه. يعني انا اعتقد يعني ان هو كورته هتبقى اعلى لو خد من البدايه كده وانت اقتنعت بيه. انا متهيألي يبقى عامل قلق للعيبه نص الملعب في النادي الاهلي يعني. المهم المباراه بتخلص 4-0 مع الرأفة، ولكن انا شايف ان لعيبه الاهلي استهترت قوي بالمباراه بعد الهدف اللي هو بتاع مروان عطيه. وده طبعا العذر، كل العذر للفريق الاسماعيلي، للكابتن عماد سليمان، لجماهير اسماعيليه، ومنهم لله اللي هم السبب اللي خلوا النادي الاسماعيلي بقى كده. المباريات بتاعت الاسماعيلي والاهلي او الاسماعيلي والزمالك كانت مصر كلها بتقعد تستنى عشان تتفرج على المتعه والاثاره والنديه والكوره والفن والسمسميه وكل الكلام دوت. لكن بقى الاسماعيلي بقى له 3 4 سنين بينافس على الهبوط بسبب مجالس الادارات اللي جت وعملت كده في نادي الاسماعيلي. طبعا بقى تراكم ايقافات وفلوس وبيع لعيبه وما بتجيبش لعيبه تانيه الله يكون في عون اسماعيليه يعني. انتهينا بقى من ماتش الاسماعيلي، مبروك لجماهير النادي الاهلي. تعال بقى خش على ماتش الزمالك النهارده. ماتش الزمالك النهارده انا شايف ان من الماتشات اللي لعيبه الزمالك كان فيه انضباط في الفرقه النهارده، من ناحيه ان في مدرب جاي جديد شكله كده شخصيته قويه، مفيش عك كتير برغم الملعب برضه وحش، الارضيه مش كويسه ومش مساعده برغم الغيابات بتاعت نادي الزمالك، برغم نقص في لعيبه اساسيه من الهيكل الاساسي. ولكن انا كنت شايف ان في نديه من فريق بتروجيت المحترم، فريق محترم جدا. ولكن هنا هتكلم بقى بمنتهى الامانه شويه، ان في جوز حمام لنادي الزمالك اعتقد كانت غيرت مجرى المباراه. ماليش دعوه بالفرده اللي هي ما اتحسبتش دي، انا ليا في 2 بعديهم، واحده للجزيري وفي واحده الراجل وهو بيرجعها جت في ايده. فالمفروض هنا كان الفار يتدخل يعني كان لازم الصندوق، الناس اللي قاعده في الصندوق ده يرجعوا تاني، يقول له ان في زي ما حصل في مباراه النادي الاهلي يعني، عشان يبقى على الاقل يبقى في مصداقيه يعني، يبقى في منافسه، يبقى في عداله، يبقى في الكلام ده كله يعني. ولكن طنش وخلاص والموضوع عدى والكلام ده. فبيجي في الاخر نادي بتروجيت المحترم بيفاجئنا بهدف. انا بعتقد ان هو بدايه الغلطه من دونجا. سيبك من موضوع عبد الله السعيد، لان مع عبد الله السعيد ما بيدافعش كده يعني، انما اللي المفروض ان هو يخش على اللعيب اللي احرز الهدف ده، عمل فيك لعبه بلدي قوي، لعبه يعني بصراحه يعني ما بنشوفهاش الا في الدورات الرمضانيه او في الحواري، الحته اللي هي لف ده بالكره كده، انت لو مديت رجلك هتاخدها يعني. ولكن كلفتك كده ولف وقام جاي شايط تروح تخبط في القائم وتخش. لو ما كانش ربنا يعني اتدخل على طول، وفي بعد السنتر نادي الزمالك وعبد الله السعيد عمل الكره طويله لناصر منسي، انت ما كنتش هتتعادل. فانا قبل ما يخش فيها الجون لازم الوم على دونجا هنا. ايه الترقيصه اللي انت ترقصتها دي؟ ده لعب حواري يعني، كره اتعملت كده يعني، انا مش عارف يعني لف ازاي وخدها ازاي وانت خليته يوصل يخش ال 18 ويبقى مواجه محمد صبحي ويشوط كده. لا دي غلطه دونجا. واعتقد ان لو المدرب دوت هيجيب الغلطات او الوقفات اللي هي بتاعه اللعيبه، اكيد هيعنفوا 100%، لان ده لعبه شوارع يعني، ما باي حال من الاحوال لو انت واقف هتعملها كده. انما شكلك ان انت داخل على الجسم مش داخل على الكوره، لو انت داخل على الكوره كنت قطعتها عادي. المهم بيجي جون بعدها على طول نادي الزمالك بيسنتر، عبد الله السعيد بيعمل كرة طويلة، اسيست طويل قوي من ورا الديفنس، بيستلم ناصر منسي كويس قوي، وبعدين بيجي يحطها الباك ما اعرفش بقى عايز يشيلها جت في ناصر منسي ولا ان هي دخلت قلش على طول من رجل الراجل وهو عايز يطلعها. المهم كان هدف التعادل وخلصت المباراة. بس هنا يعني زي ما قلنا هنا
لازم يبقى فيه زي ما فيه هنا عدل، لازم يبقى هنا فيه عدل. فانا اعتقد النهارده ان الزمالك خسر 2 بونت بسبب، انتوا عارفين الحاجات اللي هي حصلت والاشياء الاخرى دي. ولكن لسه في امل. انا شايف ان المدرب دوت الى حد ما تكتيكيا النهارده وانضباط في الملعب، انا شايف ان هو مش وحش. ليه؟ يكفي ان عنده نقص كتير، ولسه جاي من 3 ايام ولا من يومين ولا اول امبارح، ونزل التمرينه بتاعت اول امبارح والنهارده. فانا حاسس ان في الى حد ما انضباط تكتيكي. الانضباط التكتيكي ده ما يحسوش الا واحد مدرب. يعني النهارده مثلا دونجا كان الماتشات اللي فاتت عامل فيها المعلم وعامل فيها البرنس وعامل فيها ان هو اللي عمل الكوره. النهارده شايفه كده ان في تعليمات ان هو ما يمسكش الكوره كتير، ما بيرجعش بالكوره كتير، برغم ان في عشان الملعب هنقول ان هو كام باصه مش كويسه، ولكن غير الماتشات اللي فاتت ان هو ما كانش فيه على في الملعب الا غيره هو والتناكه والاستلام النهارده انا ما شفتش الكلام ده بصراحه. فده ممكن يكون ان الراجل مكلمه ان انت ما تحتفظش بالكوره كتير، وامسك الكوره وسلم واستلم على طول، ما فيش لف ولا دوران. دي حاجه. تاني حاجه عمر جابر برغم ان راجع من اصابه الى حد ما قافل حتته. نفس الكلام الونش اللي الناس النهارده طالعه وهو مش قادر ومش طب ما احمدوا ربنا، ما انتوا ما عندكوش حد في الحته دي. هتقول لي احمد حسام، احمد حسام ايه؟ يعني هتلعب احمد حسام ولا لا؟ لا، العب الونش، لان ده انا عايز الونش الفتره اللي جايه. واخد بالك؟ بنتايك النهارده مش وحش، هو بس وبرده محمد عاطف. يعني عشان برده الناس كلمتني كتير قوي على محمد عاطف. محمد عاطف ما بيلعبش يا جدعان، والراجل لما جه يلعبه النهارده مش هيبقى كويس، مش هيبقى، لان بقاله فتره ما بيلعبش، مركون مصدي زي ما بنقول كده بلغه الكره، مصدى بقاله فتره. فالراجل ده لما يجي يحركه ان شاء الله هيبقى بس ياخد يعني. احمد محمود اللي هو لعب النهارده الباك رايت، في التغييره اللي عملها الراجل انا شايف ان هو ايجابي كتير قوي في الحته اللي هي هتبقى الحته الهجوميه، لان عنده النزعه الهجوميه وعنده الجراءه ان هو يعملها يعني. زيزو برضو انا لغايه دلوقتي بقول يا جدعان انتوا عاملين ضغوط عليه كبيره كبيره كبيره. زيزو مش هيلعب لوحده. زيزو لو ما كانتش الفرقه النهارده هتسانده مش هيبقى زيزو. الجزيري النهارده خرج، انا ما حسيتش بالجزيري غير في ضربه الجزاء اللي هو ما اعرفش بقى يعني اذا كانت صحيحه ولا مش صحيحه، لان طبعا مش ما لناش راي في الموضوع ده. بس هو خارج عمل حركه قلع التيشيرت. يعني انت بتقلع التيشيرت ليه؟ ما انت مش مضيع 5 6 جوان، انت مش نجم الفرقه يعني. يعني انا شايف ان انت لما تغير ده طبيعي. فانا شفته كده، هل بقى ان هو كان بيقلعها زهق ولا اعتراض على التغيير ولا؟ فلازم هنا بقى، وخلي بالك ان في قرارات اتعملت للحاجات دي، ودي حاجه كويسه. بس برضو يشيلوا منها القرارات اللي اتعملت دي، يشيلوا منها بند ضربات الجزاء. عشان كده ان انت اي واحد هيضيع ضربه جزاء فيها 250 الف جنيه انا مش هخش اشوط. هتقول له خش اشوط، اقول لك لا مش هخش اشوط. لانك انت لو ضاعت، هو انا مغسل وضامن جنه، هو انا يعني ضامن ان انا اخش اجيبها؟ ما ممكن زي النهارده بتاعت حسين الشحات، الراجل بيحطها في زاويه، الجون بيطير في زاويه وهي تروح تضرب في العارضه وتطلع، او تطلع بره اوت. اعمل لك ايه؟ هو انا قاصد ان انا اضيعها؟ فمفروض بس دي تتشال من العقد. انما الاعتراض على التغييرات دي ان شاء الله تعمل مليون جنيه، ما عندناش مشكله. اللي هو التشويح سواء للجماهير او للمدير الفني، اعمل الكلام ده ما عندناش مشكله. انما في حاجات ضربه الجزاء ده بتاعت ربنا، دي توفيق وعدم توفيق يعني، ما تسالنيش. فانت دلوقتي بتخوف اللعيبه ان تخش تشوت ضربات جزاء عشان ما تخصمش منه. فانا شايف ان اللائحه يعني لازم يبقى فيها مرونه شويه يعني. على العموم التعادل النهارده انا شايف ان هو عادل للفرقتين، برغم ان في حاجات ما اتحسبتش والله اعلم، ممكن كانت تتحسب وما تخشش. ولكن هنقول يعني لو كده يعني انت لسه في المنافسه، لسه يعني كده كده انت ان شاء الله يعني دخلت من ضمن تسع فرق يعني. بس الاحسن بقى التسع فرق اللي دخلوا بقى الفتره اللي جايه دي، يبقى عايزين نشوف بقى مستوى، ويكون يناير يعني ان شاء الله الفتره بتاعت الشتاء دي راحت، الملاعب ترجع تاني الى حد ما، لان الملاعب دي سبب من اسباب سوء المستوى والشكل اللي احنا بنشوفه ده.
بصراحه ربنا. وانا لو من لجنه المسابقات، المفروض بقى في ملاعب كده المفروض خلاص في الشتاء لان استهلكت، اللعب كله عليه، اللعب كله غير ملاعب تانية. هتقول لي بقى عشان الكاميرات وبتاع، لا في ملاعب تانية، في ملاعب تانية، بس انت غير الفترة دي بس. والاستاد راجع اهو، هيتلعب عليه ماتش الاهلي والزمالك، ان شاء الله نشوف كرة احسن واداء احسن باذن الله. ان شاء الله باذن الله اشوفكم ان شاء الله يوم ماتش القمة باذن الله، وان ربنا